لو نفسك تعملي حاجة تكون جديدة ومختلفة وشيك في نفس الوقت والكل ينبهر لما يشوفها ويسألك على الطريقة، يبقى الوصفة دي ليكي. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ معاكم اميرة سلامة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بريوش الفانيليا والشوكولاتة بالشكل العسول جدا ده، بطريقة سهلة جدا جدا ومكونات مفيش اسهل ولا ابسط منها وموجودة في كل بيت. بمكونات اقتصادية جدا جدا هتعملي البريوش ده هش وطري وخفيف زي القطن، حرفيا هتعمليه ومش هتلاقيه، هتاكليه في ساعتها على طول من حلاوته. شكله حلو جدا جدا، كمان شيك في التقديم جدا جدا، حلو في المناسبات، حلو في الفطار، في العشاء، جنب كوباية نسكافيه او شاي بلبن وهتدعيلي والله. وحلو جدا طبعا في اللانش بوكس، في المصايف، كفاية اصلا شكله اللي يفتح النفس. شايفين شكله هش جدا جدا، طري جدا جدا. بتعملي طبعا الكمية اللي انت حباها، واللي بيفيد معاكي بتفرزيه في الفريزر، ما فيهاش اي مشكلة، بس هو اصلا مش هيفيد من حلاوته. يلا بينا على المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا نص كيلو من الدقيق، عليه 3 معالق كبار من السكر، معلقتين كبار من اللبن البودر وده اختياري، معلقة كبيرة من الخميرة، باكت من الفانيليا، وذرة من الملح. هحط كل المكونات معايا كده، وهشيل معلقة من الدقيق كده على جنب عشان لو احتجتها هبقى اضيفها. هدي تقليبة سريعة كده للمواد الجافة معايا، وطبعا ممكن تعجني في العجان او على ايدك، مفيهاش اي مشكلة، بس اهم حاجة تعجني كويس. بعد ما قلبت المواد الجافة هفصل الصفار عن البياض كده، معايا بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ، هضيف البياض على العجينة وهركن الصفار على جنب. كمان هضيف معلقة كبيرة من الخل، معلقتين كبار كده من الزيت، وممكن لو عندك زبدة تضيفي زبدة بدل الزيت. كمان مية دافية للعجن، المية طبعا زي ما قلنا قبل كده بننزل بالتدريج. طبعا لو عندك لبن ممكن تعجني بلبن وتشيلي اللبن البودرة والمية. هفضل اضيف المية طبعا بالتدريج لغاية اما الاقي ان العجينة بتاعتي خلاص مش محتاجة مية، هعجنها كويس جدا جدا لغاية اما توصل للقوام ده. انا عايزاها بتلزق حاجة بسيطة وتكون لينة كده في ايدي. شايفين شكلها ما شاء الله اللهم بارك، اعجنوا فيها كويس جدا لغاية اما توصل للمرحلة دي. هقسم العجينة بتاعتي نصين، وهضيف على النص التاني معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من الكاكاو، وهعجنها برضو كويس جدا. هاخد بقى العجينة بتاعتي اللي من فانيليا دي، هفردها على شكل مستطيل بالشكل ده. بالنشابة هتتفرد معاكي بكل سهولة جدا. حاولي تخليها على شكل مستطيل على قد ما تقدر بالشكل ده. طبعا هفرد عجينة الشوكولاتة بنفس الطريقة دي. العجينة بتاعتي بعد ما عجنتها كويس جدا برضو وبرضو ملمسها ناعم، هعجنها بنفس الشكل ده على كيس بلاستيك بقى او على ورق زبدة المتاح عندك. هنا انا فردتها على الكيس، هحطها على العجينة بتاعتي واحاول على قد ما اقدر اخليها كده نفس المقدار او نفس الحجم بالشكل ده. هعيد عليها برضو فردة سريعة كده بالنشابة عشان يلزقوا في بعض، وكمان ياخدوا المستطيل، شكل المستطيل اللي انا عايزاه. هكون مجهزة معايا بقى شوكولاتة شيبس، مكسرات ممكن تستغني عنهم خالص، بس طبعا بتدي نكهة حلوة. انا عندي هنا شوية من شوكولاتة شيبس هوزعها على الوش كده، واحط شوية مكان ما هرول السويس رول بتاعي او الدنش بتاعي بالشكل ده. وهضغط كويس جدا جدا بقى، ولا بلف اكنك بتلفي سينابون، بتعملي بسكوت اللي هو الرول، بتعملي قراقيش، اي حاجة. هقفلها كده من الجوانب كويس جدا، وكمان هلزق العجينة في بعضها عشان ما تتفتحش معايا وهي بتستوي في الفرن بالشكل ده. بقت عاملة زي رغيف الفينو الكبير بالظبط. قفلتها كويس جدا. هجيب صاج بقى مدهون معايا دهنة بسيطة من الزيت، وهحط الرغيف بتاعي على طول. هحاول بس اخلي القفلة دي من تحت، ظبطه كده الرغيف بالشكل ده، وهركنه معايا بقى على جنب. هغطيه واركنه لغايه ما يخمر كويس جدا. هنا بعد نص ساعه اتضاعف حجمه طبعا. عندي هنا صفار البيضه اللي احنا شلناه، عليه باكت من الفانيليا، وحوالي نص معلقه صغيره كده من الخل. هدهن وش البريوش بتاعي بالشكل ده عشان طبعا ياخد لون حلو لما يدخل الفرن. بيدهن معايا بكل سهوله.
وهكون مجهزة معايا برضو سمسم، هدي رشة بسيطة كده من السمسم، برضو ممكن تستغني عنه لو مش بتحبيه. هكون مجهزة الفرن بتاعي بقى يكون سخن كويس جدا جدا على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني لغاية ما ياخد معايا اللون التحفة ده. هو مش هياخد معاكي حوالي ربع ساعة. بعد ما يطلع كده هكون مجهزة معايا فوطة مندية هحطها على وشه لمدة حوالي 5 دقايق كده عشان تترد فيه الطراوة بتاعته. هنا بعد 5 دقايق طلع معايا هش وطري جدا جدا، خفيف زي القطن، طعمه في حتة تانية بجد. زي ما قلتلكوا ينفع فطار، عشاء، في خروجه مثلا، في مصيف، في عيد ميلاد برضو يكون الطبق مشرفك جدا جدا، بدل المعجنات التقليدية تبقي انتي اول واحدة تعمليه. شايفين هش جدا جدا. طبعا الشوكولاتة ساحت وبرضو ادت نكهة حلوة جدا. ممكن تحطي مكسرات مع الشوكولاتة برضو هتوديه في حتة تانية. قطعيه بقى شرايح وكليه بألف هنا. وزي ما قلتلكوا لو انت عاملة كمية وعايزة تفرزيه بتحطيه في علبة او في كيس بلاستيك في الفريزر، وبتطلعي الكمية اللي انت عايزاها تسيبيها تفك وتاكليه بألف هنا. وطبعا ممكن تعمليه معاملة التوست وتحطي عليه نوتيلا وبرضو بألف هنا. بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بقدمه. ومتنسيش تعلق كومنت حلو منك ودعوة حلوة من قلبك. اشوفك الفيديو الجاي. باي باي.